دعاء النجاة من الهم والحزن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء موقوفا أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي، يعني مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله عز وجل ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. طبعا الحديث زي ما حضراتكم سمعتم هو موقوف على الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، لكن علماء الحديث قالوا وهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الذكر لا يقال من جهة الرأي. طبعا في هذه الأيام ما أكثر الهموم والغموم والأحزان في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربكم وهمكم وحزنكم، وأن يقضي ديونكم، وأن يوسع أرزاقكم. فما عليكم إلا أن تحرصوا على هذا الذكر 7 مرات الصبح و7 مرات بالليل، يكفيكم الله عز وجل همومكم وأحزانكم. وهناك كما تعلمون أذكار أخرى كثيرة وأدعية لتفريج الكرب والهم، منها على سبيل المثال كثرة الاستغفار، لأن ممكن الهموم تكون مسلطة على الإنسان بسبب ذنوبه، فحينما يستغفر فتزول الذنوب فيخلى بينه وبين السعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون لما أبي بن كعب رضي الله عنه، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، وفي الآخر قال له: هجعل الوقت ده كله صلاة عليك يا رسول الله. قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يعني لو عملت كده، يعني لو أكثرت من الصلاة علي، إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. كذلك أيضا عندنا دعاء سيدنا يونس عليه السلام اللي هو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا قال إيه؟ قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكل من كان في غم أو هم أو حزن أو كرب ودعا بدعاء سيدنا يونس ربنا بينجيه بفضل الله. كذلك عندنا دعاء اسمه دعاء تفريج الكرب اللي هو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا أصلا اسمه دعاء تفريج الكرب. فما علينا إلا أن نكثر من تلك الأدعية. الدعاء الأول أو الذكر الأول الذي قلناه 7 مرات الصبح و7 مرات بالليل، مع الاستغفار، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع دعاء سيدنا يونس، مع دعاء تفريج الكرب. أسأل الله أن يفرج همومكم وكروبكم وأحزانكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.